سيرين من لبنان، مساء الخير مرة ثانية. شو اللي بيدفع الامرأة المطلقة انها تتزوج زواج متعة؟ اقتضاء حاجة جنسية. نعم. شو بيدفع أكتر من هيك؟ فقط؟ فقط. قلتي لي هالشي بأول حلقة، عم برجع اسألك اياه لأرجع استفسر منك أكثر. سيرين خبريني شو هو زواج المتعة؟ بتقابل أنا وشاب. كيف بتصير الشغلة؟ بتقابل كيف بصير أنا الزواج؟ بيشوفني بدنا نعجب ببعض، بيقول لي بتقبل تتجوزيني بالمتعة. هيدي السر بيني وبينه، بالنسبة لإلي بالنسبة لإله، يعني سر بيني وبينه. بعدين بنتفق على الزواج. بيقول لي هل تقبلين أن تمتعيني نفسك؟ بقول له نعم. بيقول لي لمهر قدره لمدة ساعة، شهر، ساعتين، حسب ما الاتفاق بيني وبينه. وبس نخلص حاجتنا الجنسية بنرجع يقول لي وفت المدة، أما أنا بقول له وفت المدة عادية. السؤال، العقد هون هو فقط عقد شفهي أو عقد مكتوب بينك وبينه؟ لا، شفهي. ليه ما بتعمليه مكتوب؟ مشان تضمني حقوقك أكثر بعدين، إنه في عندك ما أنا مكتوب. لو بدي أتجوز جواز عقد مكتوب كنت جواز شرعي خلص. ما أنا خلص بدي إياه سرية بيني وبينه. اثنيناتهم شرعيين، يعني الزواج المؤقت والزواج الدائم عند المذهب الشيعي. بس أنت عم تقول إنه جواز ورقة يعني شرعية أنا قدام العالم كلها. لا، فيها تكون بينك وبينه مشان تحفظ حقوقك. أنا بدي إياه اقتضاء حاجة جنسية، ما بدي أحفظ حقوقي، خلص بيني وبينه. المدة بتحدديها على أي أساس؟ حسب ما إن أوقات في زواج متعة بطول، يكون زواج 4 5 6 شهور، في يكون زواج طويل المدى يعني بس فترته محددة. أنت إجمالا الزيجات اللي عملتيها شو بتكون مدتها؟ وكيف بتحددي المدة؟ بالعقد بحددها. كيف؟ إيه قد إيه يعني بتحدديها؟ شهر، حسب. مثلا واحد حبيته حددت آخر مرة 4 أشهر. على أساس كان في نكمل زواج بس ما صار في، خلص كان متعة. وبعدين أساس اتفقنا على زواج وخلص فصلنا كل شيء، انتهى كل شيء. والمهر بقد ايه بيتحدد؟ هيدا الشيء خاص بيني وبينه، انه عادي ممكن ما يكون في مهر، ممكن يكون في مهر، ممكن يكون 1000 ليرة، يمكن يكون $1,000,000، ما خاص. انت بتنقي المهر اجمالا قد ايه بيكون؟ هيدا اتفاق بيني وبينه، يمكن نعترض على المهر عادية. بتختلفوا على الموضوع المادي؟ اختلفتوا قبل مرة على الموضوع المادي؟ انه ما بيهم المادة، نحن بدنا اقتضاء حاجة جنسية. نعم. بس انه قلتي لي اختلفتوا على المادة، الأولوية بالنسبة إلك هي لقضاء حاجة جنسية أو المادة أيضا؟ قلتي لي اختلفنا على المادة. ايه مزبوط، بس انه انا اقتضاء حاجة جنسية أكتر، بس مش مادة آخر شيء ما بفكر فيه، عادية خلص. بس اختلفتي قبل بمرة على المادة. طبعا. لماذا اللجوء إلى الزواج؟ يعني عفوا أنا لا أشرع علاقات خارج إطار الزواج، بس ليه رحتي على زواج المتعة؟ لإقضاء حاجة جنسية. وين بتلتقوا؟ حسب، يا ببيتي يا ببيته يا بأوتيل، هيدا الشيء إنه عادي كل مرة. أي حقوق بتتنازلي عنها؟ إنه الزوجة في عندها حقوق النفقة والسكن. أول شغلة نفقة ما بطلبها منه، لأنه ما عندي أولاد منه لحتى أطلب نفقة. بس هيدا أكرمية منه. مثلا هيدا إذا كان مزوي أما شيء بيصرف علي. بيت، ما عندي بيت مش ضروري. يعني فيك تتفق أنت وياه على هالشيء، فيك تقولي مش تضمني حقوقك أكثر كامرأة، فيك تطلبي منه يصير في اتفاق بينك وبينه إنه أيضا بدي نفقة وبدي سكن. مزبوط، بس أنا مش في حاجة إلهم لحتى أطلبهم. إذا بدك تنهي العقد بينك وبينه قبل بوقت، يعني قبل ما حددتوه أنتو، كيف بينتهي العقد بينك وبينه؟ خلص ما بعد تشوفه ولا بيشوفنا. لا، بس إذا بده ينتهي العقد بساعة المدة بقول له وفت المدة، أما بيقول لي وفت المدة هو، يعني خلص خلصت المدة، بدنا نجدد بنجدد. كيف بتجددي؟ نرجع نفس الكلام هو ذاته، انه متعتك نفسي لمهر قدره لمدة ساعة وخلص بنبلش. أول مرة تزوجتي متعة كان متزوج؟ ايه. ليه تزوجتي أول مرة متعة؟ يعني كان
كان بيعجبك؟ كان في حب؟ كان في انجذاب لإله؟ أم بس رغبة جنسية؟ رغبة جنسية. ما كان في أي حب أي أبدا؟ شو اللي بيدفع رجل يتزوج متعة؟ ليه ما بيتزوج زواج عادي؟ يعني من خلال تجربتك ليه الرجل بيروح لزواج متعة؟ لأنه أول شغلة بيكون حاج. نعم. وما بدي يعمل حرام. إنه أنا هيدا اسمه حرام إذا بده إنه نعم. يعمل شيء مش بالمتعة يعني، وإذا ما كان جواز عادي. بس هل الأسباب الاقتصادية بتلعب دور أيضا؟ إنه لا طول ما بطلب منه لا نفقة ولا سكن، هل ممكن يكون هذا الشيء أساسي بالنسبة له؟ أي كمان. أوكي، هيدا على الرجل العادي. الرجل المتزوج إذا متزوج وعنده امرأة ليه بيروح لزواج المتعة؟ بيكون في خلاف بينه وبين مرته. أيضا. كم مرة تزوجت زواج متعة؟ شي 9 مرات. ب9 مرات بقد ايه فترة زمنية؟ حسب، بس أكتر فترة كانت 4 أشهر. وقد ايه الفترة يعني 9 مرات بظرف قد ايه؟ فترة طلاق بيني وبين جوزي يعني. فترة بيني وبين طليقة. يعني من شي سنة و3 أشهر صاروا 9 مرات. بسنة 3 أشهر 9 مرات مرات؟ في شي يضحك. لا ولكن ابدا يعني مش ما في ضحك ابدا، بالعكس انا اناقش معك الموضوع وبتمنى اذا في اي ردة فعل باستوديو نضبط حالنا عم نتناقش اوكي، بس بدي احكي للي تضحك انه مش سما صاحب عم بتجوز عادية. شو بس الوقت تكون ما بتخافي من مطلقة. العواقب؟ مثلا يكون في حمل مثلا وانت في عقد شفهي بينك وبينه؟ طبعا لا، ما بخاف لانه بكون انا عارفة حالي شو بدي اسوي. واذا صار في حمل؟ بدي روح. اف؟ هيدي قتل روح، قتل نفس. والله؟ نعم. طب ما هيدي سرية بيني وبينه. مشان هيك انا كنت عم بسألك قبل انه اذا كان في عقد مكتوب بينك وبينه، كتبتيه بينك وبينه، اذا يعني بعدين بالاخر بالمذهب الشيعي الاولاد يعني من زواج متعة ينسبون الى الزوج، الاولاد من خلال فحص الDNA. والله؟ نعم. ما عندي فكرة بهالشيء انا. ما كنت لازم تعرفي هالشيء قبل ما تعملي هالخطوة؟ بالنسبة للأولاد من حق البي إذا جبتهم بالمتعة شيء أكيد ما حيقبل إنه بالمتعة جبت الولد بده يقبل إنه يكون على اسمه قد ما كان حسب البي يعني.